السلام. غادي نبداو القصه ديالنا مع جيك اللي كان عنده شلل نصفي، والعمليه اللي كانت تخليه يمشي على رجليه مره اخرى كانت غاليه بزاف، واللي غنعرفوا بانه كان كيحاول يثبت للناس بانه يقدر يدير اي حاجه بلا رجليه. غادي يشوف واحد الراجل كيضرب واحد البنت حتى واحد ما قدر يساعدها، غادي يمشي هو ويتعلق في الراجل، ومن بعد غادي يشدوا الحراس وغادي يرميوه على برا. وفي ديك الوقت غادي يعرف بان خوه التوأم مات. ملي مشى باش يحضر الجنازه ديال خوه عرف بانهم كانوا محتاجينه باش ياخذ بلاصتو حيتاش كيشبه له بزاف، وبانه غادي يتخلص على داكشي اللي غادي يدير وغادي ياخذ المكافاه ديالو. غادي يوافق وغادي ياخذوه لواحد الكوكب بعيد اللي نزلوا في القاعده العسكريه اللي كانت في ديك الكوكب، وغادي يعرف من العقيد بان خلف السور كاينين واحد الكائنات سميتهم النيفي، وملا شافوا اي واحد من البشر غادي يقتلوه في البلاصه. وغادي يمشي للمصنع ديالهم وغادي يلقى واحد الكائنات طويله بزاف ولونها ازرق، ومشى للافاتار ديالو اللي كان كيشبه ليه. وغادي تجي عندهم الدكتوره اللي تتقابل مع جيك، ومن بعد تمشي عند المسؤول وغادي تقول لي انت جايب لي واحد خارج من الاستراحه ديال الثالث، واش هذا هو السيد اللي غادي يعاون؟ قال ليها بانه جندي بحريه سابق غادي نحتاجوه، وهو اللي غادي يساعدنا في المشروع الجديد. يمكن لك تعتبريه الفيديو ديال وغادي تسولوا على المخلوقات اللي قال ليها باننا علمناهم اللغه الانجليزيه ودرنا لهم اختبار وراهم دابا جاهزين للتطبيق. ولاو كاين واللي قالت لهم نتوما اللي كنتوا السبب في اي حاجه في الاسلحه اللي جربتوها فيهم، ولكن قال ليها بالله حنايا ما جايينش باش نعلموهم، ولكن حنايا جايين مقابل البوتانيوم، لان الواحد كيلو منها كيساوي 20 مليون دولار. الا ما نفعش معاهم الحل السلمي غادي ندخلوا معاهم في حرب، وغادي ناخذوا هذه الماده منهم بالسيف. وغادي نرجعوا لجيك اللي مشى باش يجرب الافاتار ديالو، اللي غادي يدخل بجهاز باش يدير تواصل بعقله مع الافاتار، واللي باش غادي يوصل للدماغ ديالو للجسم الافاتار غادي يلقى راسو كيتحرك وكيتحكم في رجليه، اللي غادي يوقف اللي جاتو صعيبه شويه ولكن بدا كيجري. غادي يولي يفيق من جديد وغادي يمشي عند العقيد وغادي يقول ليه بان كوكب باناتورا غادي يكون السبب في موتك، وبانه عارف انه كان جندي سابق، وبلا كل الاشياء اللي شفتيه في المعسكر حاجه ولكن هنايا حاجه اخرى. وغادي يطلب منه باش يكون مع الجيش ولكن في الاوراق تابع للعلماء، وهكا غادي تعرف هادشي اللي كيحصل هنايا درجه بدرجه. قال لي بالليل كنتي معايا في الجيش باش نرجعوا للارض غادي ندير لك العمليه على حسابي، وغادي يمشيو مره اخرى في رحله استكشافيه بالافاتار باش ياخذوا عينات من الشجر ويفحصوها. وغادي نشوفوا جيك انشغل بواحد الشيء غريب اللي واحد الورده كتختفي باش كتقيسها، اللي فجاه غادي يوقف قدام واحد الكائن كبير غادي يحاول يهجم عليه، اللي بقى واقف ولكن فجاه الوحش غادي يهرب، اللي كان حاسبه خاف منه ولكن باش غادي يدور غادي يلقى خاف من الفهد اللي كان موراه. وانا الدكتوره غادي تقول ليه الحاجه اللي ما تعرفهاش هرب منها وما تحاولش تصدى ليها. غادي يبقى هارب من الفهد حتى غادي يشدو من الحقيبه وغادي يبدا كيدوح به، اللي غادي يسمح فيها ويهرب حتى غادي يوصل لواحد الجرف وغادي ينقز منه في الواد، ولكن لسوء الحظ ما كانش كيعرف يعوم. باش غادي يخرج من الماء غادي يبدا كيسمع اصوات، غادي يبدا كيوجد السلاح ديالو باش يدافع على راسو. غادي تكون وحده من قبيله النافي كتراقب فيه واللي كانت باغا تقتلو، ولكن غادي تشوف بانه اوراق الشجره المقدسه وقفت على السهم، وانا غادي تعرف بانه ما كيشكلش خطر عليها وبانه ماشي بحال الجنود الاخرين. وغادي نرجعوا للعلماء والجنود اللي كانوا كيقلبوا عليه، ولكن حيتاش الدنيا بدات كتظلم غادي يقرروا يخليوها لغدا. وشويه وغادي يسمع الصوص ديال الذئاب اللي غادي يشعل العافيه وغيخلعوهم، اللي حسبت له بحال الذئاب اللي عندنا في كوكب الارض اللي ما كانوش كيخافوا من النار وهاجموا عليه. وفي اخر لحظه غادي تجي الفتاه اللي كانت مراقبه وغادي تنقدو، خافوا منها وهربوا. وانا غادي يقرر باش يتعرف عليها وبدا تابعها، قال لها اعطيني نمره التليفون حيتاش باغي شي وحده تبقى تفيقني للخدمه في الصباح. قالت له سير بحالاتك راه خويا تابعني، ولكن ما بغاش يطلقها وبقى عاصر. شويه وغادي تجمعها معاه بواحد التصرفيقه، قال لها على ساعدتيني الا ما كنتيش باغياني. قالت له ساعدتك حيتاش انت قلب ديالك ابيض ولكن التصرفات ديالك بحال الدراري الصغار. وفي هذه اللحظه اوراق الشجره المقدسه غادي تبدا كدور به، وانا غادي تعرفوا بانه وراه شي حاجه ماشي عاديه. غادي تقرر تاخذو معاه، ولكن في القبيله ما كانوش كيتسناو شي واحد غريب وغادي يدوروه. هضرت معاهم وقالت لهم بشي كلام ما مفهومش عاد غادي تلقوه. اللي خونا باش تلقوه بغى يسلم على الملك ولكن كاملين نقزوا عليه حيت حسبت لهم باغي ادي. غادي تجي الملكه اللي غادي تبدا كتشمشم فيه وغادي تذوق الدم ديالو. اللي قالت له شكون نتايا؟ قال لي انا كنت قائد في البحريه ونقلت لبنتها خذيه معاك وعلميه كيفاش يدير يهضر بحالنا وياكل بحالنا. وهما كيتعشاو وغادي يعرف بلي سميتها نيتاري، ومن بعد تاخذوا للبلاصه اللي غادي ينعس فيها. ونرجعوا لجيك اللي حتى هو فاق وغادي يبدا كيحكي لهم على القصه اللي عاشها، واللي الدكتوره كانت مستغربه وقالت له كيفاش تقبلوك في القبيله ديالهم. وغادي يمشي للقائد اللي قال ليه راني وليت واحد من قبيله كارييت. وهنا غادي يجي المدير التنفيذي اللي قال له القريه ديالهم كامله فوق واحد الشجره اللي فيها عنصر الانوبوتانيوم اللي كنقلبوا عليه، وبالله فيها اكثر من 300 كيلو. وقال لي بما انك وليتي واحد منهم حاول دير شي طريقه باش يتحركوا من ديك الشجره ويرحلوا منها، والا غادي نضطر باش نطردهم بالطريقه ديالي. وقال لي عندك 3 ديال الشهور قبل ما توصل للمدرعات العسكريه. غادي نرجعوا للدكتوره اللي بدات كتعرفوا على صاحبته الجديده اللي قالت لي هي بنت زعيم العشيره، ولكن قال لي راني عار. ورات لي حتى القائد الحراس اللي بغى يهجم عليه، غادي يعرف بان الاله المقدس ديالهم هي المراه اللي ضاقت من الدم ديالو. وغادي يرجع باش يتعلم من نساري ركوب الخيل. باش يصحى غادي يبدا كيعرفهم على كل حاجه تما. وفي واحد النهار غادي يشوفوا عالم وغادي يمشي يخبر كريس
قال ليها بانه كيخرج الاسرار للجيش، اللي قالت ليه بان الجيش ما خاصوش يدخل داكشي اللي كنديرو. ومن بعد تاخذوا كريس للقاعده اللي في الجبل المقدس باش يكونوا بعادين على كويج وسيري فريد، اللي باش ينزل تما غادي تصدم الجبال اللي طايره في السماء، وغادي يدخلوا القاعده وغادي يفيق الافاتار ديالو. غنشوفوا نساري وهي كتوري له التنين الاليفه ديالها، وغادي تعرفوا بان التنانين الحره الا ربطتيها بالشعر ديالك غادي تكون معاك للابد، وبلا حتى واحد من غيرك ما غادي يولي يركبها. وباش تكون صياد خاصك تختار التنين الافضل. كنشوفوها وهي كتعلمهم طريقه الصيد واللغه ديالهم وبزاف على القبيله. غادي يعرف من كريس على شنو وقع المدرسه اللي كانت دايراها، اللي قالت ليه واحد النهار كنت جامعة الطلاب غادي يلقاو واحد المدرعه وغادي يضربوا بها سلوانه اخت نيكاري اللي قتلوها قدام اختها. الطلاب كانوا باغيين يقتلوهم كاملين، ولكن هربت اللي كانوا موجودين تما وقدرت ننقذهم. ومن ديك النهار ما بقاوش كيمشيو للمدرسه باش يقراو، حتى بدات كتبغيهم وحتى هما كيبغيوها، اللي كاملين كانوا كيعيطوا لها سانو الام. ونرجعوا لجيك اللي رجع للافاتار وغادي يصيد اول صيد عليه، واللي نعرفوا بانه صافي تعلم لاي حاجه ولا واجد باش يكون عنده تنين ديالو الخاص. ومشاو لجبل التنانين وغادي يقدر يحصل على واحد وقدر يوصلوا بشعره اللي كان الرابط باش كيندمجوا مع بعضياتهم، وغادي يطير به وغادي يبدا كيتعلم يصيد وهو فوقه. وفجاه غادي يبدا كيطاردهم واحد التنين كبير وبداو هاربين منه حتى وصلوا لواحد المكان عامر بالشجر اللي تخبعوا فيه وما قدرش يتبعهم. وبدات كتعرفوا بلا سميتو الطرق وبلا هو من اقوى التنانين، وبلا جدا الكبير هو الشخص الوحيد اللي يقدر يتحكم في الطرق ويكون عنده. هذه حاجه صعيبه باش تحصل. ونرجعوا لجيك اللي مشى للعقيد وبدا كيوضح ليه بانه لا واحد منهم، وبقات حاجه وحده هي الاحتفال، وديك الساعه غادي نقنعهم باش يتنقلوا من المكان. نرجعوا ليه هما كيحتفلوا به في القبيله، وغادي ياخذ نساري وغادي يمشيو يتمشوا في الغابه، وتما غادي يعترف ليها بقداش هو كيبغيها وحتى هي، وغادي يتواصلوا بالشعر ديالو وهكا غادي يكونوا تزوجوا. ونرجعوا لجيك اللي غادي يكون فاق ولكن الافاتار ديالو باقي ناعس، اللي غادي تشوف نيساري بان المدرعات كيحطموا في الشجره المقدسه ديالهم. بقات كتحاول تفيقوا باش ما تدوش عليه المدرعات، اللي مع وصل الافاتار ديالو غادي يحاول يوقفهم ولكن ما بغاوش يسمعوا ليه، وغادي يطلع يحطم لهم الكاميرات وغادي ياخذ نيتاري ويهربوا. وانا العقيد غادي يعرفوا بانه هو اللي حطم الكاميرات. نيتاري وجيك غادي يرجعوا للقبيله، اللي تسوسي غادي يكون عارف بانهم نقلوا البيانات مع بعضياتهم وتزوجوا بالاخبار القبيله، وغادي يبداو كيدابسوا. ولكن جيك قال ليه ماشي وقت الدباس، ولكن كاينه مدرعات كتحاول تحطم في القريه وخاصنا نوقفوهم. وكان على وشك باش يقول لهم على جان القريه، وغادي يجي العقيد وغادي يفصلوا على الافاتار ديالو. وفي ديك الوقت سوسي كان باغي يقتلو، فكان غادي تجي ناتاري وغادي تدافع على الزوج ديالها. ونرجعوا للعقيد اللي مينطو ولا كيوري في الفيديو ديالو هو كيحطم في الكاميرات. وتوصل الدكتوره اللي تقول لهم بان الشجره الام كتوصلهم بمواصلات عصبيه واللي كتفوق الخلايا اللي موجوده عند البشر، وخاصنا نستافدوا من العلم ديالهم عوض ما نقتلوهم على ود الفلوس. غادي يوريهم العقيد وفيديو لجيك وهو كيقول لهم بان مستحيل يقدروا يتفارقوا مع الشجره الام الا ما بقاش شي حل قدامنا الا ندمروا لهم الشجره ونجريو عليه. وغادي يقول لهم القائد بان الفريق ديالي بالكامل تدمر وقتلوا الناس القبيله. وغادي تجي لهم وحده وتقول لهم بان القائد خدا المدرعات ومشى باش يدمر الشجره الام، اللي غادي تمشي الدكتوره المسؤول الكبير وغادي تحاول تقنعه. وقال ليه جيك بانني عندي فرصه باش نقنعهم، وغادي يوافق باش يعطيهم فرصه ثانيه. غادي يرجع عندهم جيك وغادي يقول لهم بان الجيش باغي يدمر الشجره الام وخاصكم ضروري تمشيو ولا غادي تموتوا، وانا جيت باش نكون واحد منكم واش نقنعكم باش تمشيو قبل ما يدمروكم مع الشجره. نتاري غادي تصدم منه بزاف وغادي تبدا كتسب فيه، ولا غادي تشنق عليه تسوسي. وفي هذه اللحظه غادي تكون قربت توصل الطائرات. العقيد هنايا باش غادي يشوف جيك مربوط غادي يعرف بانهم ما قبلوش وما بغاوش ينسحبوا، وغادي يبدا كيرمي عليهم في الغازات وبدا كيطلق عليهم في الصواريخ باش يدمر الشجره. ومن تاري هنايا مشات باش تطلق جيك حيت كانت كتثيق فيه وبغاتو باش يساعدها. نرجعوا لنيتاري اللي شاف سباها ميت وحتى الشجره غادي يقدروا باش يدمروها، وحتى جيك فصلوا عليه الجهاز وقطوهم كاملين. غادي تمشي عندهم الدكتوره السجن باش تنقذهم، وهما في الطياره غادي يشوفهم العقيد وغادي يخرج يبدا كيطلق عليهم بالطلقات الناريه، ولكن غادي يهربوا منه. ولا غادي تكون الدكتوره تصابت بطلقه وغادي يكونوا خداو معاهم الماكينه اللي كتدمج الانسان مع الافاتار. وغادي يصحى جيك وغادي يلقى التنين ديالو جاي لعنده، ولكن لقى الدنيا كامله مدمره. ولا غادي يمشي عند تسوروك ملك التنانين وغادي ينقز له فوق دارو، وغادي يمشي عند اهل القبيله به اللي باش شافوه تصدموا حيت عمر شي واحد ما قدر يروضو من العاد الجد ديالهم الكبير. وغادي تجي عندهم نسالي اللي قالت لي كنت خايفه على الشعب ديالي، وغادي يمشي عند سوسي اللي كان خايف منه وغادي يطلب منه باش يساعدهم، وغادي يوافق. اللي غادي يكون جايب معاه الدكتوره وغادي يطلب منهم باش يساعدوها، اللي غادي ياخذوها للشجره المقدسه وخداو الافاتار ديالها. بداو كيديروا الطقوس ولكن في التالي غادي تموت. اللي جي كان يتعصب بزاف وبدا كيحلف في الجيش وواعد راسو باش ينتقم من اللي بداو كيتجمعوا كاملين وكيطلبوا من القبائل كامله ديال الكوكب باش تنضم ليهم. وهنايا العقيد عرف بان القبائل كامله كتساعد وخاصهم يتخلصوا منهم قبل ما يتجمعوا كاملين. وهنا جيك غادي يكون كيتواصل مع الدكتور اللي غادي يعرف منه جاي لعندهم ومعاه اسلحه ضخمه. غادي يمشي يجيك الاله ديالو وغادي يصلي ليه باش يساعده.
غادي يوصلوا الجيش للغابه وغادي تمشي القبائل كامله باش تدافع على الارض ديالها اللي شبكات بيناتهم. غادي تصاب التنين ديال نيتاري، والتسوسي كنشوفو هو ماشي لواحد الطياره اللي كترمي القنابل، ولكن غادي يقتلوه وغادي يكونوا قربوا من نيتاري حتى غادي تشوف الكائنات كامله جايه باش تدافع على الكوكب ديالها. وعرفت بان الاله ديالهم هو اللي طلب الدعم، اللي حتى التنانين كاملين جاو باش يهاجموا على الجيش. وغادي نشوفوا الفهد اللي جا عند نيتاري وطلب منها باش يندمجوا. غادي يمشي يجيك باش يدمر الطياره ديال العقيد اللي غادي يخرج ليه وغادي يبدا كيضربوا بالقرطاس، ولكن الطياره ديالو غادي تنفجر. اللي غادي يركب المقاتله ديالو وغادي ينقز. غادي تجي نيتاري مع الفهد ديالها وغادي تهجم عليه، ولكن غادي يقدر باش يقضي على الفهد ديالها واللي كان غادي يقتلها حتى هي. وفجاه غادي يخرج جاك اللي غادي يبداو كيضربوا هما وياه، اللي غادي يمشي العقيد للجهاز باش يفيقوا. غادي يحاول يجيك الافاتار باش يمنعو ولكن ما قدرش، اللي كان صافي الاكسجين تقطع عليه بدا كيتخنق. اللي في اخر لحظه نيتاري غادي تجيو يضربوا بجوج الاسهم واحد مورا واحد غادي تقتلو. اللي صحا جيكو بدا كيحاول باش يجيب الاكسجين ولكن ما قدرش حتى وصلت عليه نيتاري وغادي تجيب ليه الماسك. من بعد ما ربحوا في الحرب غادي يمشي عند تسوسي اللي غادي يعلن عليه باش يكون هو القائد ديال القبيله، وغادي ياخذوا ما تبقى من الجيش وغادي يطردوهم للكوكب ديالهم. غادي نشوفوا جيك اللي كينقل الروح ديالو كامله للافاتار، وغادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. ما تنساش دير جيم كومونتير وابوني باش يوصلوك السوناس بعقل، والسلام عليكم.